السلام عليكم، مرحبا بكم معايا ومع قضية جديدة. اليوم غادي نشدو الرحال إلى العراق باش نحكيو لكم قصة التوأم حوراء وزهراء. على كل، هاد القصة راها قصة جديدة، ماشي يعني حدثت غالبا في العام الماضي، لأن لما بديت كنبحث يعني بزاف على الجديد فيها كنلقى كل شيء العام الماضي فاش وقعت. هاد القصة ديال التوأم زهراء وحوراء، عائلة بسيطة، أب وأم وهاد التوأم والأخ رافض. وطبعا بطل القصة هو رافض اللي هو كيقرا القانون بحال خواتاتو. البنات مواليد 98. وحدة في البنيات مخطوبة وقرب العرس ديالها، وكانوا مساكن فرحانين كيوجدوا العرس عادي. بالنسبة للرافض تخرج، ومن بعد تعرف على واحد الشلة اللي مشات معاه اتجاه آخر، اتجاه اللي يعني ما كيبغي حتى واحد لولادو، اتجاه إدمان المخدرات. ولا كياخد المخدرات. الولد تغير بعد ما كان كلشي الناس كيشهدوا بالأخلاق ديالو، تبدل، ولا غير كيغوت، ولا دائما عامل له مشكل في الدار، ودائما كيجي عند الأم يطلب منها فلوس. بقى على هاد الحال، ما كيقدر حتى واحد يهضر معاه، حتى جا داك النهار المشؤوم اللي غتوقع فيه الواقعة. كانوا البنات جالسين مع الأم ديالهم، هما دائما يعني كيتجنبوا خوهم، يحاولوا يعني ما يتناقشوش معاه، لأنه شافوه تبدل، شافوه ما بقاش كيف ما كان. هذاك النهار كانوا جالسين مع الأم ديالهم، وجا هو كيهضر مع الأم ديالو، بغى منها فلوس. بقى تيتناقش مع امو، وحده في الدريات ما عجبهاش كيفاش يتناقش مع امو، او كانت خايفه لا يعني النقاش يحتد اكثر، فبدات كتهديه، اللي سميتها زهراء. ناضت كتهدي خوها، هو بطبيعه الحال راه مغيب، راه واخد كميه مخدرات، فما غاديش يهتم بها وما غيعجبوش الحال. هي منين شافتو هكاك ما بقى غير كيغوت، قالت تقصر الشر كما يقولها البصريين. قالت يعني تحاول تبعد باش ما يحتد النزاع بزاف كتر. دارت مشات لغرفتها، وهو ما يعجبوش الحال، ما رضاش. علاش؟ تجاهلو وتمشي. وهو كما قلت لكم كان فاقد يعني جزء من العقل ديالو، فاقدو في ديك الحالة، لأنه بطبيعة الحال ماخد كمية مخدرات. اللحظة اللي دخلت هي الغرفة ديالها، تبعها. اللحظة اللي تبعها بالصدفة كان واحد السكين فوق الطبلة ديالهم تما في الغرفة، يمكن باش كيقطعوا تفاح، ولا المهم باش كياكلوا شي حاجة هكا، إلا داروها في الغرفة. هز الموس وهو يهجم عليها، وعطاها 3 ضربات أو أكثر تقريبا. المهم ضربها شي ضربات، يقال إنه 3 ضربات اللي دارها، ضربها بالموس، خلاها يعني تحتضر. فهذيك اللحظة اللي كانت البنت كتغوت، سمعتها اختها حوراء جات بغات تعرف شنو كاين. شافت يعني عرفت اش واقع. طلت شافت اختها شافت خوها كيطعن في اختها، تخلعات طلعت. هو في ديك اللحظة خرج ومشى يجري، طلع الفوق الغرفة ديالو وخدا مسدس ورجع هبط. في هذيك اللحظة دخل عليها وزاد ضربها 4 طلقات بالمسدس، وهي ديك الساعة كتموت. سمع اختو الاخرى كتغوت، خلعت، طلعت مع الدروج باش تستنجد من الناس، تبعها وهو يضربها ب6 الطلقات اللي بقاو في المسدس. منين ما بقات ليه حتى طلقة في المسدس، هو في اللحظة اللي كان كيضربها بالمسدس يعني طاير داكشي ديال الشتات او ديال المسدس على الجاج وتكسر الجاج. منين ما بقات عنده حتى طلقة، السيدة راه او البنت طايحة مسكينة، حورة طايحة صافي ماتت. ومع هذا خدا
قطع من الزجاج وبقى كيقطع عليها في وجهها في لحمها. هذيك اللحظة الأم ديالهم استوعبت اش واقع، منين شافت اش واقع في بناتها فقدات الوعي مسكينة، ما قدرتش تحمل، فقدات الوعي. هو منين دار الجريمة ديالو هرب، عرف شنو دار. هو رغم انه مخدر لكن عارفه شنو داير، ولكن كما قال لهم في التحقيق، فاش كيسولوا عاقل على كل شيء، قالوا ليه انت عاقل على كل شيء، قال لهم انا عاقل على كل شيء ولكن ما كنتش واعي اش كندير. انا عاقل اش داير، ولكن بحال تقول يعني بنادم سبحان الله كما كيقول لك انه فاش بنادم كياكل شي حاجه مخدره راه يقدر يدير شي حاجه هو يعقل عليها، ولكن ما كيستوعبش اشنو دار حتى او ما كيتنادمش مع الحال حتى كيفيق. هرب. أشنو دار؟ هما من مدينة بغداد ولكن هو هرب لمدينة الصدر. مدينة الصدر كاينة نيت في بغداد. المهم هرب لمدينة الصدر، مدينة الصدر في كربلاء، هرب ليها باش يتخبى. وبما انه هو قاري القانون، فاش طبعا بلغوا عليه، منين جا الاب جا لقى الام طايحه فاقده الوعي، لقى البنات غارقين في دمهم، عاودوا ليه الجيران اش كاين. صافي بطبيعة الحال بلغوا عليه الشرطة باش يقلبوا عليه. من بعد لقاوه مخبي في مدينة الصدر. منين جابوه باش يديروا معاه التحقيق قال لهم قضية شرف. تخيلوا الندالة في وصلات، قتل خواتاتو بدم بارد، ومن بعد باش ينقذ راسو قال لهم قضية شرف. لأن كاينين عندنا بعض الدول العربية إنه يعني قضايا الشرف كيكون فيها تخفيف على الحكم. قال لهم انا قتلتهم لان خواتاتي ماشي بطال. فكيتعجبوا يعني بطبيعة الحال منين داروا معاه التحقيق غادي يحطوا كلامه بعين الاعتبار. ولكن منين استدعوا الاب ديالو، الاب بطبيعة الحال تأثر بزاف وتفاجأ الكلام اللي قال رافض. وقال لهم بناتي أشرف من الشرف، بناتي ما دائما الأم ديالهم معاهم. وإحدى بناتي يعني أكبر دليل على إنهم شريفات إنه إحدى من البنات بغات تزوج مسكينة، يعني بعد 15 يوم زعما من الحادثة، يعني كون بقات عايشة. قال لهم كنا كنوجدوا العرس ديال وحده في الدريات، وقال لهم البنت ما كانت، البنات كلهم دائما عين امهم عليهم وعيني انا ايضا عليهم. صافي تما فاش زيروا رافض وقالوا لي علاش اللي حاولت تلوح التهمة على خواتك ارتكبت الجريمة حقهم قتلتهم، ومن بعد حاولت تشوه سمعتهم. فصافي من زيروه، بعد ما زيروه وشاف انه ضروري يقول الحق اعترف وقال لهم انا خواتاتي فعلا مزيانات وما عمرهم داروا حتى حاجة خايبة، وانا حاولت نغير مجرى التحقيق لصالحي بما اننا دارس قانون، وحاولت نقلب على مخرج باش يتخفف عليا الحكم. قال لهم انا كنت مخدر، كنت ماخذ حبة الوردية اللي قلت لكم اعتقد بحال القرقوب، يعني غير كنحاول نوصل لكم يعني المعنى انه بحال القرقوبية تقريبا، او ما عرفتش شنو النوع الخطير ديال الحشيش. فقال لهم قال لهم داكشي اللي وقع، عاود ليهم التفاصيل كاملة ديال الحادثة كما رويت لكم انا. صافي وقال لهم انا نادم على هذا الشيء اللي درت، وانا خواتاتي عزيزين عليا وما عندي عز منهم، ولكن قال لهم للاسف ديك المجموعه اللي كنت كنمشي معاهم وهم اللي خلاوني يعني تبليت بهاد المخدرات. سولوه المحققين قالوا ليه علاش اللي مشيتي لهذا الطريق ديال المخدرات؟ قال لهم ظروف الحياة. اش من ظروف اللي تخليك تاخد هذيك المخدرات، تخليك ترتكب جرائم في حق الإنسانية، في حق خواتاتك؟ علاش هادشي كله؟ المهم القضية خدات مجراها، وخدات واحد سبحان الله هاد البنات هاد الشاهدتين راه فاش طرات المشكلة راه كل شيء الشعب العراقي ناض، يعني كل شيء كيطالب بحق هاد البنات.
وأكيد لو وأخوهم كاين بين العدالة، ما عرفناش أكيد غيكون تحكم عليه بالإعدام غالبًا، لأن العراق باقي فيه الإعدام، يعني حاولت نقلّب من المصادر أشنو وقع ليه ما لقيتش، كلشي كنلقاهم كيتكلموا على القصة، على القضية وكيقدموا حتى هو في التحقيق، ولكن ما عرفتش بالضبط باش غيكونوا حكموا عليه. على كل، كنتمنى تاخدوا من هاد القصة عبرة، ونتمنى تساندوني وتشجعوني. إلا عجبكم الفيديو وعجبكم نبقى نسرد لكم قصص قولوه ليا في التعاليق، وما تنسونيش من اللايك باش الفيديو يتبارطاجا. وبسلامة عليكم إلى قضية جديدة.